خليني أسألك سؤال سريع. ليه ممكن تقعد 3 ساعات تلعب جيم لكن 20 دقيقة مذاكرة تحس إنهم عذاب؟ ليه ممكن تتفرج على فيديوهات ورا بعض من غير ما تحس بالوقت لكن أول ما تفتح الكتاب فجأة تبقى محتاج مية وتبص في الموبايل وتفتكر إنك لازم ترتب المكتب؟ الموضوع مش كسل، الموضوع إن دماغك ببساطة مش بيحب المذاكرة بالشكل اللي إحنا بنعمله. بس الخبر الحلو، ممكن نخلي المخ يحب الدراسة، بل كمان يدمنها. في الفيديو ده هديك 5 أفكار بسيطة لو طبقتهم صح هتلاقي نفسك بتبدأ المذاكرة أسهل وبتكمل فيها من غير ما تحس. يلا بينا. 1. قاعدة الدقيقتين. أكبر كدبة بنقولها لنفسنا هي أنا هبدأ لما يبقى عندي مزاج. المشكلة إن المزاج غالباً مش بيجي، عشان كده في قاعدة بسيطة جداً اسمها قاعدة الدقيقتين. بدل ما تقول هذاكر ساعتين، قول هذاكر دقيقتين بس. دقيقتين بس. الفكرة هنا إن المخ بيقاوم البداية أكتر من الشغل نفسه، لكن أول ما تبدأ يحصل شيء غريب. الدقيقتين يبقوا 10 والعشرة يبقوا نص ساعة، لأنك كسرت الحاجز الأول. فكل مرة تحس إنك مش قادر تبدأ قول لنفسك دقيقتين بس، وغالباً هتكمل. 2. طقس البداية. لاحظ حاجة كده، لما تكون داخل جيم أول ما تمسك الكنترولر وتسمع صوت اللعبة دماغك يدخل مود اللعب فوراً. نفس الفكرة ممكن نعملها مع المذاكرة. اعمل طقس بداية ثابت قبل كل مذاكرة، مثلاً تعمل كوب قهوة، ترتب المكتب بسرعة، تشغل موسيقى تركيز، تفتح النوتة. كرر الطقس ده كل مرة قبل المذاكرة. بعد فترة مجرد ما تبدأ الطقس ده دماغك هيقول احنا داخلين نذاكر، وهيبدأ يركز أسرع. 3. خدعة التقدم. المخ مؤذن حاجة واحدة، الإحساس بالتقدم. عشان كده الألعاب فيها شريط تقدم، عشان كده التطبيقات فيها نقاط ومستويات، لكن في المذاكرة إحنا غالباً مش بنشوف التقدم. الحل بسيط جداً، اعمل جدول بسيط وكل يوم تذاكر فيه حط علامة صح. بعد كام يوم هتبص على الجدول وهتلاقي سلسلة من العلامات، وساعتها يحصل شيء نفسي غريب. دماغك هيكره يكسر السلسلة، فحتى لو يوم تعبان هتذاكر شوية بس عشان تحافظ عليها. 4. التحدي اليومي. لو سألت حد هتذاكر النهاردة غالبا هيقول هذاكر شوية. المشكلة إن كلمة شوية دي بتضير اليوم كله. بدل كده اعمل تحدي واضح، مثلا 25 سؤال، 40 دقيقة تركيز، فصل واحد. المخ بيحب التحديات، ولما تخلص التحدي تحس إنك كسبت حاجة، وده الإحساس اللي يخليك عايز تعمل تحدي تاني بكرة. 5. البيئة الذكية. ناس كتير فاكرة إن الحل هو الإرادة، لكن الحقيقة البيئة أقوى من الإرادة. لو الموبايل جنبك هتمسكه، لو السرير جنبك هتنام. عشان كده حاول تصمم البيئة لصالحك، مثلا سيب الموبايل بعيد، افتح الكتب على المكتب، ذاكر في مكان مخصص، اقفل الإشعارات. لما البيئة تبقى مناسبة المذاكرة تبقى أسهل بكتير. ولو عايز تبدأ صح اختار فكرة واحدة بس من الفيديو ده وطبقها النهاردة، مش بكرة، النهاردة. ولو ناوي تبدأ فعلا اكتب في الكومنت أنا بدأت المذاكرة. ويلا بينا نرجع للكتاب شوية.